حد قال لي مرة ان محدش بيختار الألم. عايزة اضيف على كلامه حاجة. احنا ما بنختارش الألم فعلا، لكن احنا بنختار نزود الألم او نقلله، او حتى لو مش عارفين نقلله على الأقل نخليه ثابت ما نزودوش. السلام عليكم. معاكم النهاردة ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات نبض تحت الثلج وصهيل في الليل. هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو بيقولك ان محدش بيختار الألم. الألم كل واحد فينا عنده ألم بنوع مختلف، والألم ده بيكون ابتلاء، ولأن الدنيا طبعا مش احنا مش مخلوقين كده في الدنيا عشان احنا مش في جنة في الآخر. يعني احنا ربنا خلقنا في الدنيا عشان نسعى، وهيبقى فيه تعب وهيبقى فيه مشقة، وربنا عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن هيبقى فيه تعب، هيبقى فيه ألم، سواء الألم ده في صورة مرض، سواء الألم ده في صورة مثلا حد سابك، سواء الألم ده في صورة وحدة. أيا كان نوع الألم، أيا كان شكل الألم، بس الفكرة إن محدش فعلا بيختار ألمه. الألم بيكون ابتلاء، والابتلاء لابد من الصبر عليه، ومش إن احنا نصبر ونقعد بس قاعدين، لكن لازم نتخذ خطوات فعلية. وساعتها اللي قال لي ان محدش بيختار الألم قال لي برضو حاجة تانية مهمة جدا. قال لي سيبك من اللي يقول عليكي اي حاجة، اللي يقول، المهم ركزي في حاجة واحدة بس، ان ما تخليش الألم يسيطر عليكي، وما تخليش الكلام السلبي والسيء ده يسيطر عليكي. اهم حاجة ركزي في حاجة واحدة بس، ان انت ازاي تكوني شخصية احسن، ازاي تكوني لو عندك ألم تقلليه، ازاي تكوني صحيا افضل، ازاي تكوني كذا افضل. مش لان احنا لو ركزنا في كلام الناس احنا مش هنخلص. المهم يعني طيب، انا بقى زودت على جملتها حاجة، وان هو احنا ما بنختارش الألم، لكن احنا اللي بنختار نزود الألم ولا نثبته ولا نحاول نخليه يقل. هندي كذا مثال على الموضوع ده، وانت كمان حاول تسقط الموضوع ده على حياتك. اول حاجة بالنسبة للألم الجسدي، الألم الجسدي موجود صح، احنا بنحاول ان احنا نعمل كنترول عليه، او ان احنا نقلله. ازاي؟ ممكن ناخد عن طريق ادويه، ممكن مثلا عن طريق ان احنا نعمل رياضه، عن طريق ان احنا نجمع بين كذا حاجه. طيب الالم الجسدي ده لو احنا قعدنا كده وقلنا خلاص بقى محدش بيختار الالم وسكتنا عند كده، وما بتاخدش الادويه بتاعتك، وبتقول انا مش هعمل رياضه، وقاعدين طول النهار على التليفون، لحد لو عندك مثلا الم في المفاصل، مفاصلك كلها باظت. يعني حرفيا انا الفتره اللي فاتت دي كنت بقعد بال7 ساعات. وده اللي خلاني لاحظت حاجه، لاحظت ان احنا بنخاف نقعد مع نفسنا، احنا قاعدين عندنا مشاكل وبنهرب بيها ان احنا نقعد على التليفون. احنا بنقلب، اقل وقت كنت بقعده الفتره اللي فاتت 7 ساعات على التليفون. كارثه، تلت عمري بيضيع على التليفون، ده بقول لك اقل وقت. امال اكتر وقت بقى كان ايه؟ حرفيا انا لما رجعت شفت انا كنت بقعد قد ايه، وقت طويل جدا. لما رجعت لنفسي لقيت ان احنا بنهرب، احنا بنخاف اصلا نقعد مع نفسنا، بنخاف نواجه مشاكلنا. ساعتها قلت احنا فعلا ما بنختارش الألم، ما بنختارش الابتلاء، لكن احنا اللي بنختار هنزوده ولا لا. انت بتختار لو عندك ألم هتقعد على التليفون، دماغك توجعك، جسمك يوجعك، ولا بتعمل رياضة ونفسيتك تتعب، وحرفيا أسوأ ما يكون. والمشكلة اللي وجدتها من كده كمان، ان انت لو بتقول بقى ان انا خلاص الألم ده انا مش هقدر اعمل حاجة، انت فعلا مش هتعمل حاجة، انت هتفضل قاعد ما بتحاولش، قاعد في فراغ. ومش المشكلة في الألم، المشكلة في الفراغ. لو انت سبتك نفسك للألم، ان الألم يعجزك، هتقعد في فراغ، ومن ثم تقعد تقلب كده على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ندخل في دوامة حرفيا ملهاش نهاية. وده اللي حصل معايا بالفعل. هتدخل في دوامة وتقعد ايه، انت مش بقصدك، انت للأسف هو ده اللي بيحصل. بتدخل بتقعد تقلب كده، تلاقي الناس عايشة حياتها عادي، وانت تقعد بقى تقول لنفسك طب ما فيش غيري متألم، طب انا ده حياتي مش عارف ايه. هتلاقي نفسك بقيت في كوكب من السوداوية اللي جواك، هتلاقي نفسك انت ما بتعملش حاجة، والناس اللي بره بتظهر لك المثالية، لكن ده مش حقيقي، هما كمان عندهم مشاكلهم. ومن هنا الفكرة ان احنا نحاول نقلل الألم بطريقة مناسبة، نحاول على الأقل لو مش هنقلله ما نزودوش على نفسنا. ما نزودوش على نفسنا بقى، كل واحد عارف انه بيعمل أخطاء بتزود ألمه. مثلا لو عندك ألم نفسي، انت قاعد برضو في فراغ، الفراغ ده يجيب لك كوارث. وعندك ألم نفسي بسبب مثلا حد كان في علاقة ما، وشاف ان هما مش مناسبين وسابوا بعض. اللي عايز يزود على نفسه الألم يقعد بقى يجيب الذكريات اللي كانوا مصورين مع بعض، يجيب الشات ويقعد يقلب فيه، ويقعد بقى يقلب على نفس المواجع. طب اللي عايز يقلل الألم او على الأقل يثبته، يقول لك لا انا همسح اي حاجه ليها علاقه، انا هحاول اشغل نفسي، انا هحاول اعمل كذا، انا هحاول اعمل كذا عشان
ما سيبش نفسي للدوامه دي. عشان كده من هنا جت فكره الفيديو ده، ان احنا نحاول نقعد مع نفسنا ونفتكر ان كل واحد عنده ابتلاء، كل واحد عنده ألم، كلنا اصحاب ألم. فشوف ايه اللي بيزود ألمك وانت اللي بتقدر تعمله، انت اللي بتعمله وانت مش واخد بالك، انت حاسس ان كل يوم في دوامك. والفكره بقى ان انا كنت بقول ايه، انا كل يوم اقول لا بكره هقعد مع نفسي والموضوع ده هيتحسن بقى معايا، الموضوع ده انا كده ايه، وانت بتنام من كتر التعب ان انت عمال تقلب بس، بتهرب ان انت ما تحلش مشكلتك، لا انت عمال برضه تقلب. طب وبعدين لحد ما طاقتي خلاص انهارت. فالفكرة ان انت حاول تشوف، انت عندك ألم، انا عندي ألم، الناس التانية عندها ألم، كلنا اصحاب ألم، كلنا اصحاب ابتلاء، الابتلاء باشكال مختلفة. انت عندك ابتلاء مختلف عن التاني، ما يغركش ان انت شايف ده قدامك ماشي رايح جاي، ما اكيد مش هيعجز نفسه. ما تخليش الألم يعجزك، افتكر ان الابتلاء دوت من عند ربنا عز وجل، وربنا عايزنا نصبر عليه، والصبر ان شاء الله ربنا يأجرنا عليه. افتكر دايما ان ربنا هيجازينا على السعي بالرغم من كل حاجة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فاحنا عايزين بقى ربنا يشوفنا واحنا بنسعى وبنعمل اللي علينا، واحنا بنواجه الألم والابتلاء ده، ان احنا نصبر ثم نعمل الحاجات اللي تدينا أجر، ولا ان احنا نفضل قاعدين ما ولا بنصبر ولا بنعمل اي حاجه وعمالين نراقب في حياه الناس التانية. وكمان مش المشكله في كده، مش المشكله في ان احنا بقينا بنراقب حياه الناس التانية، المشكله فيما يؤدي اليه هذا. هتلاقي ان ده دخل حسد ودخل حقد ودخل كل حاجات وحشه لحياتك. فافتكر دايما ان الفراغ مفسده، ما تسيبش نفسك للفراغ، هتسيب نفسك للفراغ، هتسيب نفسك للمقارنه، هتسيب نفسك للحسد، هتسيب نفسك لعدم الرضا باللي ربنا كتبه لك. ومع انها عدم الرضا برغم ان ربنا عز وجل ادانا نعم لا تحصى، بس احنا مشكلتنا ان احنا الفنا النعم. ربنا لو شوفنا نعمه البصر دي بس، انت مش حاسس بيها، انت ماشي بتشوف عادي، الدنيا عادي، ما بنحسش بيها لما تشوف تاني واحد كفيف، بتعرف قد ايه نعمه البصر دي مهمه وان احنا الفنا النعم. فخليك ممتن لنعم الله عز وجل عليك، احمد ربنا عليها. خليك تفتكر دايما ان الألم احنا مش بنختار الألم، لكن احنا اللي بسلوكنا وبتصرفاتنا بنختار نزود الألم ولا نقلله، وحتى لو ما عرفناش نقلله على الأقل ما نخليهوش يزيد بسببنا. اختار علاقاتك، ما بلاش تبقى قاعد في وسط علاقات مؤذية وتقول انا بتعب ليه منها. تخفف من اي حاجة مؤذية ليك، وان شاء الله نبقى نعمل فيديو بعد كده عن التخفف عامه مش من العلاقات بس. انا دوري مش هقول لك ان انت تعمل ايه في حياتك، انا دوري ان انا افتح لك ذهنك، دوري ان انا اشارك اللي بيحصل معايا، مش هشارك حياتي الخاصه لكن هشارك بعض الاخطاء، لان ألمي علم ينتفع به كذلك خطئي علم ينتفع به. عشان كده شاركت معاكم كده، عشان كل واحد يشوف ايه الألم بتاعه اللي هو بيزوده وهو مش واخد باله اصلا، وعشان كل واحد فيكم يقعد ويواجه نفسه ويشوف هو عايز يعمل ايه. ما بقولكش كون بطل خارق، ولا بقولك روح العب شيل اثقال 100 كيلو، انا بقولك شوف حياتك، بلاش هروب، كفايه هروب، لان احنا بنهرب لحد ما بنلاقي نفسنا حرفيا كاننا قاعدين في خرم ابره. فاستعن بالله ولا تعجز. افتكر ان انا مش جاي اقولك الكلام ده عشان تبقى مثالي، لا انت شخص بتحاول، بتقع وبتقوم. انا مش جاي اقولك الكلام دوت عشان اقولك الحل، لكن انا بقولك عشان افتح ذهنك ان انت تشوف الحل بنفسك، لان دي حياتك انت، وكل واحد ليه حياته هو، ولكل واحد ليه مشاكله اللي بيواجهها بشكل مختلف. استعينوا بالله ولا تعجزوا، ودايما افتكر ولأن فيه كل الخير لك، افرح بقدر الله وتفائل بالحياة تجد كل ما تتمنى، وابتسم ثم ابتسم وابتسم، ففي الابتسامة مفتاح لكل مغلق، تيسير لكل عسير، وزوال لكل هم، ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله، ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. ما تنسوناش في دعواتكم، ما تنسوناش في دعواتكم، أهم حاجة استعينوا بالله ولا تعجزوا. بس كده خلاص اللي عايزة أقوله، بس انت دورك لسه هيبدأ وانا دوري لسه هيبدأ، بس كده. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم لك الحمد يا رب. سلام لقلوبكم ايها المحاولون.